مرحبا، أنا نانسي، وهذه هي القصة المجنونة لأحداث حياتي التي قلبت رأسا على عقب من خادمة فقيرة إلى فتاة الأمير الساحر. ولكن قبل ذلك دعني أخبرك عن FireGuard VPN. بنقرة واحدة على هذا التطبيق يمكنك منع أي شخص من الوصول إلى معلوماتك الشخصية. انقر على الرابط في صندوق الوصف أدناه لتنزيل FireGuard VPN للبقاء آمنا على الإنترنت ومشاهدة مقاطع اليوتيوب بسرية. كنت مجرد طفلة عندما توفي والدي في حادث سيارة. أخذتني عمتي، وعلى الرغم من أنها كانت خادمة فقيرة وحيدة ليس لديها الكثير، فقد أحبتني كما لو كنت ابنتها. عندما كنت في الرابعة عادت عمتي إلى المنزل ليلة عيد الميلاد، وكانت تبدو متعبة للغاية، وعندما خلعت قبعتها أصبت بصدمة. شعرها الطويل الجميل اختفى، بدت كولد. لا تقلقي يا عزيزتي، سوف ينمو مرة أخرى. لقد بعت شعري لأنني لم أرغب أن يمر عيد ميلاد آخر دون أن تحصلي على هدية. أخرجت سلسلة جميلة عليها اسمي ووضعتها حول رقبتي. لم أصدق أنها فعلت هذا من أجلي. كانت عمتي تتركني دائما عند الجيران عندما تذهب إلى العمل، ولكن في السادسة كان عليهم الخروج من المدينة وكان عليها أن تأخذني. سقط فكي عندما رأيت مكان عملها. يمكن أن يتسع منزلنا بالكامل داخل قاعة هذا القصر. الآن أفهم لماذا أنت متعبة طوال الوقت يا عمتي. أنت بحاجة لسيارة للتنقل هنا. سيدة القصر سمعتني وضحكت. ألست فطيرة صغيرة لطيفة؟ لماذا لا تأتي للقاء ابني جيف؟ تقدم صبي في مثل سني وأعطاني أجمل ابتسامة. مرحبا، هل تريدين اللعب في غرفتي؟ نعم. كان هذا اليوم هو الذي غير حياتي إلى الأبد. قابلت أعز أصدقائي، كنت أحب التسكع معه، وتوسلت عمتي أن تأخذني معها كثيرا. بعد فترة وجيزة رتبت والدة جيف معلمه الخاص أن يعلمني أيضا، لذلك لدي سبب للذهاب كل يوم. مع تقدمي في السن بدأت عمتي في الاهتمام بمظهري. ذات يوم عادت إلى المنزل بحقيبة مليئة بالمكياج الرخيص. أنت فتاة جميلة يا نانسي، عليك دائما أن تبدي مثالية عندما تتسكعي مع ولد سيدتي. لكن عمتي، نحن أصدقاء وهو يعرف كيف أبدو، لماذا يهتم بوجهي؟ لكنها لم تسمع كلمة واحدة. وبعد ذلك كان علي دائما أن أذهب إلى القصر بمكياج كامل. على مر السنين أدركت أنني وقعت تماما في حب جيف، لكنني عرفت أنني مجرد ابنة الخادمة ولن يشعر بنفس الشعور تجاهي أبدا. عندما كنت في 14 مرضت حقا ولم أستطع الذهاب إلى القصر لمدة أسبوع، ولكن عندما كنت لوحدي في المنزل قرع أحدهم جرس الباب، وصدمت عندما رأيت أنه جيف. نانسي، قلقت جدا عليك. وبهذا عانقني فجأة. لقد أصبت بالذعر. دفعته جانبا وركضت إلى غرفتي. يا إلهي، بدوت شاحبة جدا وفظيعة. وضعت المكياج بسرعة على وجهي وهرعت إلى الطابق السفلي. لماذا تضعين المكياج؟ لأني لست جميلة بما يكفي بدونه. نانسي، اذهبي واغسلي وجهك. يمكنك أن تفعلي ذلك لي؟ حسنا، لكن هل تعدني بأن تكون لطيفا؟ أعدك. عندما عدت ووجهي مغسول وضع جيف يده على الذقن ورفع وجهي. نانسي، أنت جميلة حقا. عندما اقترب مني رأيت عينيه تدمعان. قبلني من فمي وانفجرت الألعاب النارية في رأسي. قال لي أن أعتني بنفسي وغادر. كنت متحمسة ومتوترة لرؤيته في اليوم التالي، لكن عندما وصلنا إلى القصر رأيت والدته مشغولة بالإشراف على الرجال أثناء إخراجهم الأثاث من المنزل. ندهتني وأعطتني ظرفا. هذا مرتب عمتك وشيء صغير لك أيضا. سأفتقد مشاهدتك وأنت تكبرين يا نانسي. ماذا يحدث يا سيدتي؟ أين جيف؟ غادر البارحة لأنه انتقل إلى مدرسة في باريس، وأنا ذاهبة هناك. ربما سنرى بعضنا في يوم من الأيام. عانقتني بدفء ثم ابتعدت. كنت خائفة جدا من التفكير في أنني لن أتحدث إلى جيف مرة أخرى، لكنه أرسل بريدا إلكترونيا بعد أسبوع وكنا نكتب إلى بعضنا كل يوم. بدت حياته في باريس مذهلة، لكن أصبحت الرسائل أقل وأقل كل يوم حتى توقفت تماما. بدا أنه مشغول حقا بحياته الجديدة، واعتقدت أن الوقت قد حان لأنساه. عندما تخرجت من الثانوية كنت أعمل في وظيفتين، عاملة نظافة في المركز التجاري ومساعد أمين المكتبة. ذات يوم عندما وصلت إلى المنزل اكتشفت أن عمتي كسرت قدمها. قال الطبيب أني لا أستطيع العمل لأسابيع. لا يمكنني خسارة هذه الوظيفة يا نانسي. لن تخسريها، سأذهب أنا مكانك. في اليوم التالي عندما كنت أنظف إحدى الغرف صادفت صورة جيف. عندما لمستها بلطف جعلني صوت عالي النبرة فجأة أقفز من جلدي. هل يسيل لعابك على هذا الأحمق؟
حسناً، أنت مجرد خادمة، لذا هو ليس لديه أي ذوق. هذا هو أخي، ولم ألتقي بعد بخاسر أكبر منه. جاف لديه أخت غير شقيقة؟ لا، أنا فقط أنظف. أنا ما زلت أتحدث، لا تقاطعيني. أنا ليندا، قولي لي السيدة ليندا. والآن أعيش أنا وأمي هنا. لا أعرف لماذا لا تزال صورته القبيحة موجودة. يمكنك رميها في سلة المهملات وأنت في طريقك للخروج. لم أقدر على رميها، لذا خبأتها في الأعلى ودعوت ألا تذهب إلى هناك أبدا. في إحدى الليالي بينما كنت أخرج من القصر بعد العمل، خرجت ليندا من العدم. نيني تعالي معي، إنها حالة طوارئ. تبعتها إلى غرفتها لأرى أكواما من الفساتين على السرير. سأستضيف حفل الليلة ولا بد لي من أن أبدو رائعة. عليك أن تلتقطي صورا لي في كل فستان حتى يقرر متابعيني على انستغرام. آنسة ليندا، أنا آسفة لكن لدي خطط مع صديق صديق؟ من أين تحصل الخادمة على صديق؟ هل هناك مدرسة للخادمات ذهبت إليها؟ لا، مدرسة ثانوية عادية. اسمعي، ليس لدي وقت لهذا. الغي خططك الغبية، لأنه من المفترض أن تساعدي في الحفلة. ألم تخبرك أمي؟ الآن شاب ابدأي جلسة التصوير. ازداد الوضع سوءا، فقد أسقطت كوبا من العصير على إحدى صديقاتها عن طريق الخطأ وأصبحت مجنونة. يا إلهي، هذه حرفيا أسهل وظيفة على الكوكب. أولا تنزلق عمتك الغبية وتكسر قدمها، والآن أنت غبية. هل الغباء يجري في أسرتك؟ أخذت أغراضي وخرجت من الباب الأمامي وأقسمت ألا أعود إلى هنا أبدا. بمجرد أن خرجت اصطدمت بشخص ما. جاف؟ ابتسامته الجميلة كانت تضيء وجهه وشدني إليه، لكن فجأة دفعته بعيدا. لا، لقد قطعتني للتو من حياتك، والآن قررت العودة إلى حياتي وتتوقع مني أن أرحب بك؟ أعلم أنك غاضبة وسأفهم إذا كنت لا تسامحيني، لكن نانسي، اشتقت إليك كثيرا. لماذا لم تبقى على اتصال؟ حاولت، ولكن والدي كان يراقبني مثل الصقر. لقد بذل قصارى جهده للتأكد من أنني لا أتصل بك، لأنه شعر أنك تشتتين انتباهي. أنا آسف جدا. نظرت إلى وجهه وعرفت أنه كان صادقا. هل يمكنك فقط أن تعانقيني الآن؟ تعانقنا. أخذني بعيدا إلى نقطة جيدة فوق الجبل، حيث تتألق المدينة بأكملها أسفلنا والنجوم أعلانا. اقترب مني بلطف وقبلني. في تلك اللحظة شعرت أن كل شيء على ما يرام. في اليوم التالي لم أرغب حقا في العودة إلى العمل، لكني فعلت ذلك من أجل العمة. عندما وصلت إلى هناك كانت ليندا بالفعل تصرخ على بعض الخادمات. في اللحظة التي رأتني فيها انطلقت علي. ها قد أتت حمقاء أخرى. هل تعتقدين أن الجان والجنيات سيأتون ليلا وينظفون الفوضى؟ ما زالت في انتظارك، هيا نظفيها الآن. قبل أن أتحدث سمعت صوت جاف. توقفي يا ليندا، لا يمكنك التحدث مع نانسي هكذا. أوه، أنت تحب الخادمة. حسنا، التاريخ يعيد نفسه حقا. أبي تزوج امرأة أقل منه بكثير عندما اختار والدتك. الآن هو دورك. إياك أن تقولي أي شيء عن أمي أو نانسي، ولا تعامليها بهذه الطريقة. حقا؟ راقبني. صارت نحوي وصفعتني على وجهي، وأنا ثار غضبي. دفعتها إلى الأرض، وبينما كنت سأوجه لها لكمة في وجهها الغبي سحبني جاف بعيدا. جاءت والدة ليندا تركض على صوت الضجة وطردتني على الفور. لا أريد أن تطأ قدمك أنت أو عمتك هذا المنزل مرة أخرى. وعندما عدت إلى المنزل وأخبرت عمتي بكل شيء أجهشت بالبكاء. أرجوك لا تبكي، أعدك سأجد وظيفة أخرى. لكن حينها تحدث جاف. لا عليك، من فضلك دعيني أساعدك. أحب نانسي وعملت معنا لسنوات عديدة. هذا أقل شيء يمكنني القيام به. حاولت الرفض، ولكن جيف لم يقبل الرفض أبدا، لذا قبلت عرضه حتى وجدت بعض العمل. بعد فترة دخلت الكلية وعملت في وظيفة بدوام جزئي. كنت أريده أن يبقى، ولكن كان يجب أن يذهب لإنهاء دراسته في باريس. اتصلنا بقدر الإمكان، وفي بعض الأيام اشتقت إليه لدرجة البكاء. في يوم تخرجي لم يحضر لأنه قال أن رحلته تأجلت، وشعرت بالحزن الشديد. عندما وصلت المنزل رأيت سيارة جديدة تماما في الخارج، وقفزت جاف منها. فجأة اندلعت الألعاب النارية في السماء، وأخرج جاف صندوقا من جيبه.
انتظر، ماذا؟ هل سيطلب الزواج مني؟ لكن عندما فتحته رأيت مفاتيح السيارة بالداخل. إنها لك يا حبيبتي، وهذا أيضا. سلمني خطابا كان عرضا للعمل في شركة والده. صرخت بفرح وقبلته. بعد أسابيع قليلة من بدء العمل حصلت على عميل كبير للشركة. اجتمع الموظفون في غرفة الاجتماعات لتهنئتي وقمت من مقعدي. كل تلك السنوات التي كنت فيها خادمة كنت أحلم فقط بالعمل في مكان كهذا. تحقق حلمي وأنا ممتنة جدا. اخرجي، فأنت لا تنتمين هنا أيتها الحمقاء، إلا إذا كنت تحملين ممسحة وتنظفين الأرضيات. استدرنا جميعا لنرى ليندا التي بدت مجنونة، لكن في ذلك الوقت رفعت جاف نخبا لي وكذلك فعل كل الناس وتجاهلوها تماما. بعد العمل لبضعة أشهر بدأت ملاحظة أخطاء في الحسابات، واكتشفت أن ليندا كانت تختلس مبلغا ضخما من المال من الشركة. عندما ذهبت إلى جيف مع كل الأدلة تم طرد ليندا ووالدتها على الفور من مجلس الإدارة. شكرني جيف ووالده بغزارة، وبعد فترة قليلة نقلني وعمتي إلى قصره. بعد مرور عام كنت أشعر بالغثيان لبضعة أيام، واتضح أنني حامل. شعرت عائلة جيف بسعادة غامرة، وبعد 9 أشهر رحبنا بابنتنا ناتاشا. على عكس الأطفال الآخرين لم تستطع الشكوى من عدم حضور حفل زفافنا. كانت ناتاشا فتاة الزهور في الحفل، وقضينا أجمل يوم زفاف على الإطلاق.